السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا النهاردة هنشوف أنواع السخانات الموجودة في السوق، من السخانات الكهرباء والسخانات الغاز. معنا إن شاء الله في مكان موثوق فيه، ومكان بيبيع كل المنتجات لكل الشركات المتاحة اللي موجودة في السوق من أنواع السخانات الكهربائية اللي هي ديجيتال أو مانيوال، او اذا كان حلة ستانلس، او اذا كان حلة اناملد او صاج مجلفن ضد الصدى. كل الماركات موجودة ومتاحة معانا. هندخل مع بعض دلوقتي ونشوف المتاح، ونشوف السخانات اللي هي الديجيتال والسخانات المانيوال الموجودة، ونشوف السخان الغاز، ونشوف السخان الكهرباء. يلا بينا تعالوا نشوف انواع السخانات اللي موجودة. هناخد اول حاجة معانا من فوق السخان التورنيدو السيلفر 40 لتر اللي هو الفضي. ده طبعا بيبقى شاشة مش ديجيتال، بيبقى عبارة عن مانيوال، ساعة مانيوال، ترمومتر مانيوال. ده اللي هو السخان التورنيدو اللي هو 40 لتر لون سيلفر. في كمان عندنا التورنيدو برضو نفس المقاس 40 لتر برضو لونه فضي. يبقى احنا عندنا منه الابيض وعندنا منه الفضي. في كمان عندنا اولمبيك 40 لتر. كل ده اللي احنا بنتكلم فيه ال 40 لتر المانيوال اللي هو السيلفر، وفي منه الديجيتال الابيض. ده ديجيتال، ده اهو، ده ديجيتال تورنيدو ديجيتال. ديجيتال يعني ايه؟ يعني بيبين درجة الحرارة بتاعة المية، وصلت الشاشة بتاعتها وصلت لكام. لكن هنا عبارة عن بكرة، بتبان البكرة دي او الساعة دي بيبان فيها المؤشر درجة الحرارة وصلت لقد ايه. هنا بيبان لك رقمي ان هو بيبين درجة الحرارة اللي موجودة، وفي الزرار بتاع الاون والاوف بتاع التشغيل بتاع السخان، وفي ضبط درجة الحرارة كمان. دي ميزة حلوة قوي كمان مش موجودة في اي سخان تاني. ان انا ممكن لو انا عايز درجة الحرارة السخان يوصل لدرجة الحرارة 50 درجة او 60 او 70 زي ما انا عايز، بحدد له، اقول له انا عايز درجة الحرارة توصل لغاية 60 او 70، هو بيوصل لغاية عندها ويفصل ما يكملش، ويقول لي كده السخان ولا المية سخنت كده، ما يسحبش مني كهرباء كتير. ودي ميزة حلوة قوي موجودة. غير طبعا اللي هو المانيوال اللي هو المؤشر طبعا ده بيبقى شغال على طول لغايه لما يوصل درجه حراره 90 يفصل، او مثلا 70 او 75 يفصل اوتوماتيك. انما ده بيبقى على طول مانيوال ديجيتال، يفصل عند درجه الحراره اللي انا عايزها. يعني انا لو في الصيف عايز درجه الحراره تبقى 40 درجه، بظبطه على 40 درجه وهو يفصل لوحده ما يكملش عشان ما يسحبش كهرباء كتير. يبقى احنا كده شفنا الديجيتال اللي هو التورنيدو 40 لتر، وشفنا المانيوال 40 لتر. معانا كمان الاولمبيك، احنا قلنا 40 لتر برضو مانيوال. معانا برضو حاجه مانيوال تاني تورنيدو برضو لون ابيض غير اللون السيلفر. يبقى احنا كده معانا 3 حاجات في ال 40 لتر، ابيض وسيلفر والديجيتال والمانيوال. في كمان حاجه اريستون كمان صغيره 30 لتر. ده كان ده 15 لتر. حلو جدا. ده 15 لتر ده كمان ينفع لو حمام فردي صغير، يعني لو حمام شخص واحد. ده حلو جدا السخان ده 15 لتر، او للمطابخ. الناس بتدور على حاجه زي كده صغيره 15 لتر للمطبخ. دي حاجه حلوه جدا موجوده كمان. ده اريستون، وده برضو بيبقى بمؤشر مش ديجيتال. في كمان معانا اولمبيك 30 لتر. 30 لتر برضو موجود، ده ديجيتال بشاشه. معانا الكريازي برضو، كريازي 45 لتر بمؤشر برضو. اريستون 50 لتر بمؤشر. اريستون تاني 80 لتر للاحجام الكبيره او العائلات الكبيره، بيبقى برضو بمؤشر. معانا برضو تورنيدو 30 لتر موجود، او 35 لتر موجود، تورنيدو 30 لتر. وعندنا كريازي كمان 55 لتر. وعندنا الاولمبيك الديجيتال اللي هو الهيرو التربو اللي هو ال 80 لتر. وعندنا تورنيدو كمان 80 لتر برضو موجود، تورنيدو 80 لتر سيلفر وابيض، منه الديجيتال ومنه المانيوال. وده السخانات الكهرباء اللي هي متوفره. في كمان السخانات الغاز متاحه برضو لو حابين نشوف. يلا نكمل مفيش مشكله. تعالوا نكمل نشوف السخانات الغاز. لو حد حابب يعرف الاسعار يكتب لنا في التعليقات واحنا هنرد عليه ان شاء الله بالاسعار. لو اي حد محتاج اي حاجه يقول لي مثلا محتاج سخان كذا، مقاس كذا، ماركه كذا، سعره اشوف سعره ايه. حاضر، هكتب له في التعليق، يكتب لي في التعليق، وانا هسيب رقم التليفون موجود في اول تعليق. لو اي حد
حابب اي حاجه تابعني على الواتس، ده تليفون الواتس ان شاء الله اللي هكتبه لكم. هنا برضو معانا سخانات الغاز، كل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه سخانات كهرباء، ده سخان الغاز اللي هو بتاع الحمام او المطبخ. طبعا احنا عارفين طبعا السخان اللي بيتركب في الحمام بيبقى سخان بمدخنه، واللي هو ما بيتركبش فيه سخان بيبقى ما بيتركبش فيه مدخنه، ما بيبقاش فيه حمام، يبقى في مطبخ، عشان ده بيتعمل له هوايه. السخانات الصغيره اللي موجوده تحت في الصف اللي تحت ده، السخانات دي بتبقى سخانات في المطبخ، ما ينفعش تركب في حمام لانه ملهاش مدخنه. السخانات اللي فوق دي 10 لتر، ودي اللي بتتركب في الحمامات. عندنا مثلا السخان الكريازي ده، سخان كريازي 10 لتر ستار، ده 10 لتر، ده يتركب في حمام. وعندنا في ميديا 10 لتر، وعندنا اولمبيك موجود برضو 10 لتر، وعندنا زانوسي، وعندنا ارستون، كلهم مانيوال، مفيش حاجه فيهم ديجيتال. وبس طبعا الكريازي فيه شاشه، موجوده تحت، وفي 3 زراير. زرار بيشتغل على ضغط الميه المنخفض، وضغط الميه اللي هو لو في الشتاء او في الصيف. برضو بيبقى فيه الزرار بتاع الشتاء والصيف، لو انا عايز اظبطه مثلا في الشتاء يسخن درجه الشمعات كلها تشتغل، او في الصيف يبقى يشغل نص الشعلات اللي فيه. بالنسبه لضغط الميه مرتفع او منخفض. بالنسبه لدرجه الحراره لو عاليه او بطيئه، بتبان درجه الحراره في المؤشر اللي هو الشاشه الديجيتال ده، ان درجه الحراره وصلت كام. في منه ال5 لتر ومنه ال10 لتر. تمام، ده كده بالنسبة لسخانات الغاز وبالنسبة لسخانات الكهرباء اللي موجودة معانا، متاحة معانا في معرضنا. وكل السخانات وكل الماركات موجودة طبعا معروفة، اللي احنا كلها كل الحاجات اللي قلنا عليها في السخانات الكهرباء او الغاز كلها بتبقى ماركات معروفة وحاجات مش مجهولة. يعني الميديا معروف، الاولمبيك معروف، الزانوسي معروف، الارستون معروف، تورنيدو موجود برضه اهو، تورنيدو 6 لتر، وزانوسي 6 لتر، كريازي 5 لتر و10 لتر، واولمبيك بيبقى 10 لتر. كده بالنسبة للسخانات المتاحة معانا غاز وكهرباء. تمام، في انتظار تعليقاتكم. لو حد محتاج اي حاجه يقول لي، وانا هكتبه في التعليق واقول له المكان فين، واقول له بالنسبه للسعه اللتريه المتاحه ايه، واقول له بالنسبه للماركه اللي هو عايزها هنقول له ضمانها فين وتوكيلها فين وتركيبه ايه والمنشأ بتاعه ايه، والحله بتاعته من جوه تبقى ينامل ولا ستانلس، تبقى صاج ولا تبقى سيراميك، لان طبعا كل حاجه وليها اسم وليها موديل. وطبعا معانا برضو في السخانات اللي هي الكهرباء الفوريه، طبعا معروفه، دي على مستوى اعلى شويه. في ماركه اسمها شتيبل الماني، بتنزل الماني او تايلاندي، ودي كهرباء فوري. في كمان فريش، سخان كهرباء فريش برضو، في 3 مقاسات منه، في اللي هو ال9 كيلو، وفي ال11 كيلو، وفي ال13 كيلو. دي السخانات الفورية اللي هي الفريش، اللي هي بتشتغل دايركت على طول. طبعا دي ما فيهاش خزان، يعني افتح المية السخنة يشتغل على طول دايركت على طول، زيه زي السخان الغاز، بس طبعا ده كهرباء والتاني غاز. طبعا سحب الكهرباء بيبقى عالي شويه في السخان الفوري ده. وطبعا السخان الفوري ده كمان بيحتاج في حاجات منه بيحتاج تغيير عداد، خلي بالكم. يعني زي ال 13 كيلو ده لازم عداد يكون 3 فاز، او لو من السخانات اللي هي العاليه اللي هي بتبقى السخانات اللي هي ال 24 كيلو، او اللي هي ال 19 كيلو او 18 كيلو، على حسب الاستعمال وعلى حسب المكان. لانه في حاجات بتستعمل الجاكوزي، في حاجات بتستعمل المحلات الكبيره، للاماكن الكبيره، على حسب استعمال السخان وعلى حسب المكان بتحدد السعه اللتريه اللي انت عايزها. وبتغير العداد برضه، بيبقى ليه تجهيزات خاصه موجوده في المكان، التركيب في الشقه او في الفيلا او في اي مكان انت محتاجه. بتغير الاسلاك الكهرباء بتاعته علشان يستحمل ضغط الكهرباء، ما يبقاش كل شويه المفتاح بتاع البتشينو يضرب، او كل شويه يبقى عندك مشكله في السخان.
لا انت هتستفيد انك تغير السخان اللي عندك القديم، مش هيبقى فيه مشاكل في الجديد لانه هيبقى دايركت على طول، مش هيبقى حله ولا حاجه ولا ترموستات يتحرق ولا حله تتخرم ولا اي حاجه. دي بتبقى زي سربنتينة العربيه على طول، مجرد ما يشتغل بيمشي على طول، الميه تمشي على طول في السربنتينه وتسخن على طول مع سخونيه الكهرباء. فدي حاجه جديده نازله، طبعا اكيد في ناس كتير عارفاها، بس احنا بنحاول نزود المعلومه علشان ما يبقاش حد ما عندوش المعلومه. واحنا معاكم ان شاء الله هنقدر نكمل مع بعض بقيه الاجهزه الكهربائيه. ارجوكم اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويكتب لنا في التعليق اي حاجه هو عايزها، هنقدر نرد عليه. اشكركم، شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم.